السلام عليكم مريضات ديالي، كيف بقيتو؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنترجى من الله سبحانه وتعالى ديما تكونوا على خير وبخير في احسن الاحوال ان شاء الله. والله يحفظكم ويسهل عليكم فضلا وليس امر. ما تنسونيش من لي لايك ديالكم والدعم ديالكم متواصل. كنقول للاخوات الجداد مرحبا بكم في القناه، والقدامين كنقول لكم الدار داركم. اليوم كما كتوضح الصورة ان شاء الله ندير واحد الشهدة او قرص او لا شكلهم كيف ما حب خاطركم. كيجيو لذاذ ورائعين زوينين بزاف الصراحه الله، وكيجيو ما نقول لكمش مقطنين وخفافين. خديت 2 كيلو ديال الفورس، درت فيهم الفورس رطب، درت فيهم واحد البيضه. خذوا هاد المقادير هادو غيجيكم فنين. ودرت 2 ساشيات زهر برتقال، وكيبقى التنكيه باش ما بغيتو، اما بزهر برتقال، اما بفاني، اما بقشره د الحامض، اما بقشره ديال البرتقال. وزدت هنايا واحد الخماره حمراء وكاس ديال السكر سنيده اللي كيبقى على حسب الذوق، ولكن راه جاو في الحلاوه الحد في القد، يعني راه جاو الحلاوه هما هادوك، يعني ما حلوينش وما مسوسين، جاو هما هادوك. ودرت واحد 2 معلقات ديال الحليب نيدو، 2 معالق عامرين يعني مقبين. واللي ما عندوش نيدو يعوض بدانون مسوس، حتى دانون مسوس كيجيبهم فنين صدقوني. حتى هو كيعطيهم داك كيعطينا داك الرطوبيه كما كنقولوا، كيخفف لنا داك العجينه ديالنا، يعني كيعطيها داك التقطينه. وزدت هنا كاس قل ربع ديال الزيت. وان شاء الله هنا خديت الخميره، غنزيد عليها واحد شويه السكر كيف ما كتشوفوا، وغنخليها تتفاعل مع السكر، لان ملي كنديروها مع السكر تبارك الله كتجي داك العجينه زوينه، يعني كتعطيها داك دغيا كتنفخ، كتعطيها داك الفوليوم. هانتوما كيف ما شفتوا بعد ما تفاعل ليا السكر والخميره، خلاص غادي نعجن داك الكرص ديالي. حاولوا تربيهم خفافين من الاول، يعني ما تربيهمش قاصحين باش ما يعذبوكمش ودغيا كيعطيوكم الطوع. ايوا صافي كنبقى يعني بهاد الطريقه هادي كنخلط الطحين ديالي، وان شاء الله كل شيء غتوضحوا الصوره. صافي من بعد ما كنعلكهم مزيان كنزيد تقريبا 2 معالق ديال الزبده. كما كتشوفوا يعني من الافضل تكون زبده زوينه، انا درت الزبده ديال جوده، وكيبقى كل واحد الاختيار ديالو، حتى اللي بغى يدير ديال الطاسه يديرها. هانتوما كما كتشوفوا راه واخا خفيفه ما كتلصق ما حتى حاجه، ما تخافوا والو. كنبقاو معاها شويه بشويه حتى كندخلوا فيها داك الزبده. هانتوما كما كتوضح الصوره تبارك الله، ما نقول لكمش كيف جاو فنين. وخلاص سطح العمل راه مغسول معقم، يا سلام. ايوا صافي هكذا حتى كتدخل فيها داك الزبده، يعني تدخل الزبده في العجينه وصافي. وما نقول لكمش هاد اللقطه هادي شحال كتعجبني انا، هاد اللحظه هادي اللي كتولي العجينه بهاد الطريقه هادي بحال كنلعب. والله العظيم ملي كنحس سبحان الله ملي كندير بحال هاد الحركات العجينه كنحس بالاعصاب ديالي خفاف، واش كلشي بحالي ولا غير انا؟ ايوا صافي دابا غنديرها في العليبه ديال الطاسه ديالها بالمغطايه وغنخليها. هانتوما تبارك الله عاطيه الطوع، غنخليها حتى تخمر، نغطيها ونخليها تخمر. ومن بعد ما غتخمر عاد غنشكلها ان شاء الله على شكل شهدات، وغنشكلها كذلك قريصات ان شاء الله بحول الله. هانتوما صافي دابا راه خمرات، غادي نفتح الطاسه ديالي. شوفوا تبارك الله عاطيه العجينه، انا فاش كنهزها وكنلقاها مشبكه كنعرفها ناجحه وكتجي زوينه تبارك الله غزاله. هنا الشكلاط، عندي الشكلاط اللي قطعته طريفات، الشكلاط عادي قطعته طريفات، اللي ما بغاش يدير الشكلاط من الداخل ما يديروش. صافي كنخرج العجينه منها الهواء. هانتوما تبارك الله البواقات كتطلع، شوف ما شاء الله. ملي كنخرج منها الهواء كنبقى ندهن يديا بشويه د الزيت، وكنحشي داك الشكلاطه في قلب داك كندير على شكل منظريه يعني صغيره، ما كنكبرهاش. وصافي وكنقرص العجينه، انا ما كنبقاش سميتو كنبقى ندخل العجينه في هذا، لا كنقرص نيشان من يديا. وصافي كنشد واحد البيضه كندير فيها واحد القطرات من الخل، وكندهن
داك القرص ديالي هنا درت عليهم الزنجله مبيض، واللي في الطبسيل غندردر عليهم الجنجه الاحمر. صدقوني والله العظيم الا جاو كيشهيو فنين. ها نتوما شكلت منهم هذاك المول طويل، وشكلت منهم هذاك ديال الزاج بجوج، وشوش تبارك الله شحال شاطليه، ودرتهم قرص جاو فنين غزلان الصراحه الله. يعني ما شهيتكم بهم، يعني فضا رمضان كيجيونا خفافين وزوينين، وتا وليداتنا كيعجبوهم الصراحه الله، كيجيو لذاذ وزوينين وهادو بالضبط هاد المقادير اللي عطيتكم صدقوني كيجيو فنين. هنا جبت العجينه ديال البيتزا من الفريغو كما قلت لكم. اصحاب المطاعم الكبرى راه كيديروا عجينه في الفريغو ديال البيتزا، لان كتجي ناجحه، كتجي احسن من هذيك اللي كديريها عاد كتصوبيها. وهنا وريتكم العجينه اللي غنشكل منها المسمن عادي، ومسمن بالبصله والمعدنوس اللي كيجيو فنين. هانتوما هاد العجينه البنات راه ديال الفريغو، جبتها من الفريغو، كتجبديها قبل ما تستعمليها بواحد الساعتين، وكتولي تعاود سبحان الله تخمر وصافي، وكتخدميها صافي. انا راه طلقت البيتزا ديالي كبيره صافي، تكيتها بالفرشيطه، درت لها لاصوص سوليس اللي كيجي حتى هو زوين، وهنا درت الطون اللي كنزيد واحد الاضافه اللي هي الهريسه، الكمون، قزبر يابس، ما كنكثرش غير شويه. وداك الهريسه خلاص كيكون عندي فيها شويه د الحامض مصير، شويه ديال الثومه، المهم هريسه كتجي زوينه وصافي. ودرت داك القطع ديال الفلفله حاره، وزدت البصله اللي انا عندي مشحه، وشويه د الفرماج ما بقاليش بزاف. هنا غنشكل المسمن ديالي عادي. انا كندير بالنسبه للكويرات كندير كويره في قلب كويره باش كيجيني تبارك الله التوريقه من الداخل كتارين. وهنا عندي انا الزيت والزبده، كنفرق بالزيت والزبده، وعندي الدقيق فينو اللي فيه واحد الخماره حمراء. هاد العجينه راها ديال آه، يومين، يومين هي في الثلاجه، وعاد جبتها استعملتها راه كنمشيو كيف دايره. هنا غندير الملاوي ديال البصله والمعدنوس والهريسه، صدقوني لذاذ 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 ورائعين، فيهم واحد شويه د الكمون وشويه ديال القزبر يابس فنين. هذه راه غير ملويه وحده، ولكن تبارك الله كيف جات فنه. انا كيحمقوني الملاوي غير بالمعدنوس والبصله، اللي بغى يزيد الشحمه يزيدها، ولكن في هذا رمضان بلا ما تحتاجوا ديروا الشحمه بركه بالبصله الله يخلف. هذه البصله الخضر يا البنات، يعني قطعت بداك الجدر الخضر بكل شيء، لكن صدقوني جات لذيذه لذيذه ما شهيتكم بها. صافي كندير الزبيده والزيت وصافي، هذه حتى غنعاوتاني نجمعها ونولي نطلق واحده اخرى وندير في قلب منها هذه، باش واخا تبارك الله تقرصي العجينه ديالك ما كتخرجلكش الحشوه. خلاص هنا عاود طلقت الاخرى اللي قلت لكم، ودرت لها الزبده والدقيق اللي فيه داك خماره حمراء، وغندير في قلب منها ديك الملويه اللي معمره. وصدقوني كتجي زوينه بزاف ومورقه من داكشي اللي تحبوا في قلبكم. ايوا صافي كنشكلها عاديه وغنخليها تطلق، وغنولي نخبز هذوك المسمن ديالي العادي، وعاد غنخليها هي في الاخر مي نبغي نطلقها تعطيني الطوع وغتجي ساهله يعني في الطليق ديالها، يعني ما نقرصها تجي ساهله في الطليق ديالها. انا وريتكم دابا الملاوي هذا ديالي المسمن ديالي راني خبزته، دابا غنخبز داك المسمنه الاخرى. ها نتوما كي جات يا سلام، ما نقولكمش في المذاق. صدقوني جربوا هذه غير بالمعدنوس والبصله وردوا عليا الخبر، جات مورقه من الداخل ومقرمله وزوينه الصراحه الله. واخا كنديرو في الفران ما كيجينيش بحال اللي كندير هذا في المقله الثقيله، كيجي غزال زوين. وداك المعلقه السكر اللي كنزيدو في سميتو في الطحين ديال المسمن هي كتعطي داك التحميره وداك التقرميشه. الطبيله ديالي متواضعه، هي هذه المسمنه اللي بالبصله هي ديال الشم مقطعه، والمسمن ديالي العادي البيتزا. وخلاص درت لهم حتى الساندويتشات معمرين بشويه ديال لاداند وداك التخربيق. والشيشه ديالي الشهاده شوفوا كي جات غزاله مع تميرات والشباكيه، الله يدومها نعمه ويحفظها من الزوال. وبري ذاتي انا ما كنديرش العصير البنات، كندير غير الحامض والماء، لان العصير هادي عامين ما بقيناش كنديروه، ولقينا رحمه الله ما بقيناش كنشربوا العصير، يعني المعده ديالنا الحمد لله مزيانه. وصدقوني داك الماء العصير والله داك الماء الحامض الا رحمه الله رحمه الله. ايوا طبيلتي المتواضعه قبلوا عليها، ما تنساونيش من الدعم ديالكم متواصل ولي لايك ديالكم فضلا وليس امر.
وما تنسوش بأنني أحبكم في الله. الله يدوم يا ربي الخير، وكنسأل الله الكفاف والعفاف والغنى عن الناس إن شاء الله. كنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمت في رعاية الله وحفظه. إلى فيديو قادم إن شاء الله، وكنترجم الله سبحانه وتعالى ديما نكون خفيفة على القلوب ديالكم. في أمان الله وحفظه. كنستودعكم الله.